تامر حسني ده شخص عنده بيفضفض حنان. يا تامر سلام. ده حنون جدا. هو حنون جدا وداعم نعم. لفكره اي حد عايز يوصل. اه وداعم لفكره حتى لو شايفه مش موهوب او بتاع، هو يقول لك ان ما كانش فيه في ايدك عسل خليه في لسانك. الله. تامر لسانه فيه عسل. ده صحيح. تامر جدع لسانه، والله. تامر لا يجرح ولا يضايق ولا يتعصب. شخص تامر اخلاقه مش طبيعيه. اخلاقه عاليه جدا. تمام. وانسان عاش طفوله بشكل معين ما وافقش. تامر حسني جاب لي كنت عايز اصور بكاميرات غاليه جدا، جابها لي على حسابه في على حسابه هو. على حسابه هو في المسلسل. قال لي حقق رؤيتك كامله. شايف انه ادم ده كان بالنسبه لك هو بقى الانطلاقه الحقيقيه هو ده؟ طبعا. ادم هو محمد سامي. ادم هو محمد سامي. طبعا. يا سلام. ما كانش في الوقت دوت مخرجين صغيرين بيخرجوا مسلسلات. صح. اساتذتنا بقى كام سنة ساعتها؟ كان عندي 25 سنه. 25 سنه. ادم بقى الاساتذه الكبار، استاذ مجدي مهيرة واستاذ محمد فاضل واستاذ احمد صقر واستاذ النقلي واستاذ اساتذه كبار قوي وقتها. طبعا اساتذه كبيره جدا بيعملوا مسلسلات. طبعا اساتذه كبار قوي. ومفيش حاجه اسمها كده. وكان الفيديو مختلف. احنا برضه الجيل بتاعي طور الصناعه بتاعت الفيديو دي، دخل فيها الشكل السينمائي ودخل فيها شكل كاميرات السينما وعدسات السينما والفوكس بولينج. ده صحيح. دخل فيها حاجات كتير. فطورنا الشكل ده وده الطبيعي، ده دورنا بقى. نطور. وبعدين احنا محظوظين برضه. طيب احنا كان ادم كام؟ 2011 انا بحسب دايما المسلسل السنه اللي اتصور